السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الزبادي في الميكرويف اختراع بجد، سهلة وبسيطة ونجاحها مضمون 100%. معايا كوباية زبادي خميرة، هندوبها كده ونقلبها كويس بالشوكة لحد ما يبقى قوامها سائل نوعا ما، علشان نقدر ندوبها في اللبن بتاعنا زي ما بنعمل أي زبادي عادية. بعد كده دفيت كوبايات اللبن اللي انا ناويه اعملها زبادي، وحطيت في كل كوبايه من كوبايات اللبن معلقتين كبار مليانين من الزبادي الخميره، اللي هتحول لنا كوبايات اللبن دي لكوبايات زبادي ان شاء الله. هقلبها بس كويس، هضيف كل كميه الزبادي واقلبها كويس علشان تندمج كويس وما نلاقيش يعني كتل كده من الزبادي في اخر الكوبايه. مهم جدا مرحلة التقليب دي. طبعا انا دفيت اللبن عادي على النار، تقدروا طبعا تدفوه في الميكرويف، يعني تعملوا الزبادي من اولها لاخرها في الميكرويف. بس انا دفيته على النار لان مفيش داعي ان انا ادفيه في الميكرويف. اجمل حاجة في الميكرويف ان بيديني نفس نتيجة الزبادي في المكنة. كمان مفيهوش اي نسبة فشل. هتشوفوا معايا دلوقتي الموضوع بسيط وسهل ازاي. حطيت كمان لبن في الكوبايه اللي كان فيها الزبادي، وحبيت اضيفها زي ما انتم شايفين. الميكرويف تقريبا هياخد معايا 9 كوبايات زبادي. ميزه الميكرويف كمان ان انا ممكن اعمل كوبايه زبادي واحده بس، وممكن اعمل 9 كوبايات زبادي، او ساعة الميكرويف بتاعي بياخد 9 كوبايات زبادي. هنحط كل كمية الزبادي في الميكرويف، وهي اوريدي الزبادي دلوقتي دافية. هشغل عليها الميكرويف 30 ثانية بس كده. التايمر قدامكم اهو، قفلت عليها وشغلتها 30 ثانية. اول ما يخلص هسيبها ربع ساعة ارجع لها تاني، واشغل 30 ثانية كمان. تمام كده. هنكرر الموضوع ده مرتين كمان، يعني المجمل كله 4 مرات. ادي المرة التالتة، شغلنا برضو بعد ربع ساعة عدت، شغلت عليها الميكروويف 30 ثانية. يعني الزبادي كلها على بعضها بتاخد ساعة بس في تجهيزها. بصوا دي بعد تالت مرة الزبادي بدأت يعني او اللبن بدأ يبقى زبادي، بس لسه له تكة كمان. كده هشغل بقى المرة الرابعة بعد ما عدى ربع ساعة، وكده الزبادي بتاعتي هتبقى جاهزة ان شاء الله المرة دي وهتبقى تمام. طب نفرض ان احنا طلعنا في المرة الرابعة دي لقينا في حاجة مش مظبوطة، او الكوبايات كلها كويسة مثلا والا كوباية واحدة بس هي اللي ناقصة سوا، عادي نشغل عليها الميكروويف 30 ثانية كمان بس كده. دي شكل الزبادي بتاعتي اول ما خرجت من الميكروويف. انا بس يا دوب هدخلها التلاجة ساعة واحدة كمان واوريها لكم. شايفين القوام؟ شايفين النعومة؟ شايفين قد ايه متماسكة وفي منتهى الجمال؟ يا رب تكون عجبتكم.